ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما في احسن حال يا رب. لسه مكملين في فيديوهات الاجازه نص السنه. انا نزلت لكم فيديوهين، مش عارفه بصراحه ايه اللي نزل وايه اللي ما نزلش، بس هما 3 فيديوهات هينزلوا ورا بعض او هينزلوا متقطعين، مش عارفه بصراحه. زي ما انتوا شفتوا كده كنت بجرب السوشي لاول مره. بجد يا جماعه اوحش حاجه من بعد اكل مال اليتيم، بجد والله. مين اللي جربه؟ مين بيحبه ومين ما بيحبوش؟ لا بصراحه صعب قوي، انا يعني مش هاكل منه تاني. في فيديو بقى النهارده في غدا وفي خروج وهدلعكم اخر دلع. تنسوش بقى اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه. وزي ما انتوا شايفين لسه اختي الكبيره مكمله معانا في فيديوهات في المطبخ، يعني انا بقى سلمتها الاكل وكنت انا اللي بصور. كانت بتعمل لنا صينيه جمبري حلوه قوي، جربوها تعجبكم. مقطعه بصل وطماطم وفلفل الوان وليمون وبرتقال كمان، بيديله طعم حلو قوي وبيبقى حاجه كده مميزه قوي قوي، يعني صينيه جمبري زي بتاعه المطاعم بالظبط واحلى كمان. طبعا الجمبري كانت غسلاه واحده واحده وشايله منه الكيس الرملي بتاعه ومنضفاه. تسلم ايديها، ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. وهتقطع برضو من فوق الوش كمان بصل تاني وطماطم وفلفل الوان وشرايح ليمون. بجد كانت صينية فظيعة، يعني كانت احلى من اللي احنا بنجيبها من بره كمان. فجربوها تعجبكم اوي ان شاء الله. عملت معاكم الجمبري بكذا طريقة، جاوا شوفوها يعجبكم ان شاء الله. بس جربوا الطريقة دي بالتتبيلة دي، خطيرة خطيرة خطيرة. زي ما انتوا شايفين قطعت كل الخضار كده، ومش هتحطه في الفرن ولا حاجة، هو على نار البوتاجاز وهيستوى. لان الجمبري اصلا بطبيعته ما بياخدش 10 دقايق، يعني هو اخره 5 دقايق 7 دقايق بالكتير قوي على النار، عشان ما يجلدش منكم. قولوا لي بقى رايكم في فيديوهات اللي خارج البيت والمطبخ ديت، اخبارها ايه معاكم؟ حبيتوها ولا لا؟ يعني حبيت اغير معاكم ونطلع بره المطبخ شوية، مش طول الوقت اكيد مش بنبقى قاعدين في المطبخ. يعني الواحد بيجي وقت عليه عايز يغير، عايز يخرج، عايز يغير جو، عايز يغير ناس ويشوف ناس جديدة، يقعد مع الناس اللي بتحبها. ربنا يخليلكم كل الناس اللي بتحبهم في حياتكم يا رب، ويديكم الصحة والعافية، وتعملوا كل حاجة انتوا بتحبوها، ويوسع عليكم وعلينا اللهم امين. خلاص ايام بسيطة ورمضان هيهل علينا. هو هل علينا بروايحه سبحان الله، يعني شعبان تحس ان هو اخد قوي من رمضان في روايحه والزينة في الشارع، تحسوا فيه بهجة كده يا جماعة سبحان الله بجد. هنا بقى حطت معلقة توم مهروس، وبدأت تحط التوابل ملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون وكاري وكركم، وهتحط كمان زعتر وروزماري. طبعا لو في حاجة من البهارات اللي انا بقولها دي انتم ما بتحبوهاش ممكن تستغنوا عنها، ما فيش اي مشاكل. بس جربوا الصينية دي بنفس التتبيلة بنفس كل حاجة، هتعجبكم او ان شاء الله. وحطت كمان بابريكا عادي، ممكن بابريكا عادية، بابريكا مدخنة، وشطة كمان براحتكم خالص. عايزينها سبايسي كتروا الشطة، ممكن تحطوا كمان فلفل اللي هو الحامي بدل الرومي يعني. فدي بقى المنكهات دي براحتكم، والتوابل طبعا على حسب ما انتوا بتحبوا. بس جربوا الكزبره والزعتر والروزماري مع الجمبري، بصراحه بيخليه طعمه مميز قوي وبيوديه في حته تانية. قلبت بقى كله كده مع بعضه عشان الجمبري بالخضار بالبرتقال يبقى كله شارب من بعضه زي ما انتوا هتشوفوا كده. وهتسيبها على النار من فوق عادي، ممكن تحطوها في الفرن بس هنغطيها، وزي ما قلت لكم هنسيبها على النار. وحطت كمان زبدة صفرة، جربوا برضو الزبدة مع الجمبري بصراحة بتخليه في حتة تانية خالص، وهو كمان مش هياخد 5 دقايق 7 دقايق بالكتير. هنا بقى كنا شاويين بتنجان ومعاه فلفل وضربتهم في الكبة. هنعمل بابا غنوج، بصوا تحفة يا جماعة، انا بحبها قوي. وحطت طحينة، دي طحينة خام، وقلبت كده كله مع بعضه. هي ما بتحطلهاش حاجات كتير، حطت ملح وكمون وشطة بس كده، ما بتاخدش توابل كتير ولا افتكاسات كتير. وهتحط كمان حبة زيت
وخل وليمون بس. هي دي البابا غنوج جميلة اوي زي بتاعة المطاعم بالظبط، جربوها هتعجبكم اوي ان شاء الله. وعملنا كمان سلطة الطحين عادية، انا عملتها معاكم كتير قبل كده فما حبيتش ان انا اصورها يعني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. تمام كده حبايبي. احنا بقى كنا هنا بنحضر الغدا وهنتغدى وهنظبط الدنيا وتمام، وهننزل بقى ايه نخرج خروجه حلوه كده، وهاخدكم برضو معايا على قد ما اقدر. في بقى حب يحط كاتشب ومايونيز على الجمبري زي ما انتم شايفين، وفي ساده وبعيش، وكانت اكله جميله جدا. دي نوتيلا كلاسيك يا خالتي. دي بطاطا. ده كريم بوليه بالبطاطا. اسمها ايه؟ كريم بوليه بالبطاطا. كريم بوليه بالبطاطا. ودي بيري كيك. بيري كيك؟ اكلير. ده اكلير. ده ايه ده؟ كوكيز. كوكيز. بس اسمه سابلي نوتيلا. قولوا هاي. عيد الحلقة. اعملوا لايك. اعملوا لايك. ما ينفعكوش حد يجي المكان ده. عشان اقول لكم. ولا باينة؟ لا. تعالوا سنة، تعالوا دوقي. الدوقي كله؟ والله. هو ليه حسيتي؟ جدا. باين. حلو؟ حلو. حلو؟ ليه؟ ممكن ادوق حاجاتكم؟ دوقي. دي اللي انت لسه ضايقاها بس بشكل تاني، مش جالاكسي. وانا مش دي نوتيلا كلاسيك. خدي يا ماما. تعالي مكاني يا خالتي، بدلي احط مكاني. لا تعالي بدلي. لا والله. خدي يا ماما. خدي 700 جنيه. حلوة؟ حلوة. احلى. دي احلى؟ حلوين. خدي يا يارا. صوري جنى وشهر. يا بنت حلوة والله، قالت حلوة. امسكي دوقي. يلا كله يدوق. رجعوا. ايه اللي رجعوا؟ ايه يا بنت؟ ما انصحكوش المكان ده، ما انصحكوش، زحمه بجد. مش هتلاقي حلوة. حلوة. عشان اعرف الصوت عمال. مش هتاخدي دوقي دي طيب. مالها زعلانة ليه؟ دوقيها. يا بنت دوقيها. المساعدات بتاعتك حلوه يا بس خفيفه. زي الفل في جميلة. بس عاجبني. ده مش معايا والله. شوكولاتة لا. حلوة. اسمها ايه مريم؟ شوفوا في الريسيت. والله. ايه؟ تاخد معاك اوكي؟